طرد وترحيل المسؤول في منتخب الجزائر عن سرقة الكرات من ملعب مولاي الحسن إلى الجزائر. هذه فضيحة كارثية، خصوصا أن المغرب وفر لهم جميع الظروف اللازمة في المملكة المغربية وكأس أفريقيا. معز اللي قاعد يصير هو فضيحة بأتم معنى الكلمة. علاش؟ أنا مانيش باش نتحدث على فصيلة التقنية القانونية يحكيوا عليها المحامين. إذا متابعينا الكرام، في فضيحة أخرى، تبهديلة أخرى طحت لكم على واحد المهزلة كارثية بكل ما تحمل كلمة معنى تبرهن مدى الفرق ما بين المغرب وزريبة الجزائر. والله العظيم المغرب هرب عليهم سنوات ضوئية وهم يثبتون ذلك، بعد ما غادي تشوفوا هذه الفضيحه هذه متابعينا الكرام، كنتمنى من انكم تبارطاجيوها على اوسع نطاق. هذه الفضيحه غادي نزيدوها على الفضيحه ديال سرقه الكرات وما الى ذلك من هذه الامور. فضيحه للمنتخب الجزائري. هذا الفيديو اللي غادي تشوفوه الان امامكم على الشاشه قال لك ودي بان شفتوا فضائح الجزائريين؟ شفتوا الفضائح والكوارث والمصائب؟ النهارده مصيبه اخرى غير سرقه الكور. النهارده الاعلام الجزائري طالع يقول لك ان في نقر في ملعب مولاي الحسن. لقيوا نقره كده في الملعب، قالوا ده في نقر في الملعب. ايه النقره دي؟ ده ممكن تكسر رجل واحد. والنقر دي اساسا عباره عن جهاز ده بيشفط الميه، وعباره عن اجهزه في ارض الملعب ولكن ما بتاذيش اللاعبين ومتغطيه بالنجيل. فقال لك كده النقر دي اخيرا لقينا اي كارثه في الملعب، اخيرا لقينا اي مشكله. يعني انبسطوا فرحوا عشان يطلعوا يتكلموا بهذا الشكل، عشان يطلعوا يقولوا ده المغرب ملعبه اي كلام، ملعب مولاي الحسن اهو في مشاكل عيني عينك. ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ مش خير ولا ايه؟ يعني مش خير يعني كميه وقاحه غريبه الشكل. هو كل يوم لازم تطلعوا باي سبب من الاسباب واي تشويه واي تقليل واي عدم احترام؟ كل يوم لازم نشوف منكم الكلام ده؟ انا عايز افهم بس هتعقلوا امتى؟ المصريين محترمين، التوانسه محترمين، السنغاليين محترمين، الايفواريين محترمين، الكونغوليين محترمين، الكاميرونيين محترمين. انتوا بقى البطوله قربت تخلص وانتوا مش عايزين تحترموا نفسكم. البطوله قربت تخلص واللي فيكم. البطوله قربت تخلص وانتوا زي ما انتوا، تقليل من المغرب، تشويه لصورة المغرب، بتدوروا على اي حاجة عشان يا راجل ده الصحفي الجزائري راح صور في اماكن ما ينفعش فيها تصوير اساسا في المغرب. عشان ايه كل ده؟ عشان يشوه صورة المغرب، عشان يجيب لك الخلفية اللي وراك دي، يجيب لك الخلفية دي سودة. مساعد المدرب الجزائري والطاقم التقني اكتشفوا حفرة موجودة في الملعب. هانتوما شوفوا الفيديو، مشاو قال لك اودي راه كاين شي حفرة تماك. ويلي الملعب فيه حفرة، اذا هذه مؤامرة، هذه ايادي خارجيه، الملعب غير جاهز، الملعب فيه مشاكل، ومشاو كيتشكاو عند الكاف. هانتوما هذا فيديو ما صوروا، ومشاو كيتشكاو عند الكاف. ذهبوا للشكوى عند الاتحاديه الافريقيه لكره القدم. والطامه الكبرى هي طبيعه هذه الحفره اللي غادي نكتشفوها بعد قليل. الطامه الكبرى هي طبيعه هذه الحفره اللي غادي نكتشفوها بعد قليل. هاد الحفره شنو غادي تكون؟ ديالاش غادي تكون هاد الحفره؟ ما مولفينش كيشوفوا الملاعب فيها شيء من هذا القبيل، بحال هادوك شنو سميتو هادوك شي وحدين في شي قريه افريقيه معزوله، ما مولفينش على التكنولوجيا، ما مولفينش على التقنيات الحديثه وما الى ذلك. شافوا طياره ولا شافوا هليكوبتر ولا شافوا طوموبيل كتجمعوا عليها بحال هكا، وكيبداو يديروا هذوك الاصوات ديالهم، الاصوات ديال الهنود الحمر وما عارفينش هاد الشيء العجيب ديالاش، وهاد الطوموبيله كيفاش نيه. ما عمرهم شافوا هادشي، ما عمرهم شافوا طوموبيل، ما عمرهم شافوا طياره. راه نفس الشيء عند المنتخب الجزائري. جاو الملاعب ديال المغرب كيلقاو واحد التكنولوجيا اللي هي غير مسبوقه، فبقاو حالين فمهم. وقال لك اودي راه كاين حفره في الملعب، مشاو كيتشكاو عند الكاف باش يشبطوا فيها، باش يقول لك المغرب دار لينا مؤامره وبان الملاعب غير جاهزه، ويديروها في النشره الثامنه. ويديروها في النشره ديالهم الثامنه. شفتوا الفيديو ولا ما شفتوش؟ مزيان ولا ما مزيانش؟ اجيو دابا نكتشفوا هذه الحفره هذه شنو فيها. نكتشفوا هذه الحفره شنو فيها الاخوان. هي ماشي في الاصل ماشي حفره، هي في الاصل ماشي حفره،
هي واحد النظام ديال سقي الملاعب بالمياه. هي هذه اللي كتشوفوا الان امامكم على الشاشه، هي هذه اللي كتشوفوا الان امامكم على الشاشه، هي هذه. هي هذه. هاد اللعبه هذه كتطلع وكتهبط. فاش كنبغيو نسقيو الماء، نسقيو الملعب عفوا بالماء، فاش كنبغيو نسقيو الملعب بالماء كنكليكو على واحد البوطون، كتطلع هاد اللعيبه هذه كتبدا ترش الماء، ترش الماء على الملعب باش تسقيه. ومن بعد فاش كتسالي كتنزل بلا ما تاثر على الملعب، بلا ما نديرو شي حاجه في الملعب، بلا والو، عادي جدا. وما قال لك لا راه كاين حفره في الملعب. هذا في المباراه ديال غينيا ومشى قال لك ودي شوفوا راه كاين حفره وما عرفت شنو وكذا، وبداو لا حول ولا قوه الا بالله. جهله. انتم سمعوا القصه، سمعوا القصه الاخوان، سمعوا القصه هذه من قناه البطوله. سمعوا هادشي كيقلبوا عليه. غير قبل ما تمشي للجمهور كاين واحد الحاجه حنا شفناها كاملين، بحكم ما لقاو حتى شي حاجه. ما تنساش بانه الملعب على اعلى مستوى، الفندقه على شوف فين مشاو، رغم انه حتى الجو الحمد لله الامطار الخير اللي جات ما عراتش الواقع ديالنا، العكس كشفات الحقيقه ديال اليد العامله المغربيه اللي وصلت هذه المنشات. راه مشاو كيقلبوا على ديك الرشاشه اللي كيخرج منها الماء، قال لك راه حفره، مشاو كيقلبوها، داروا عليها كاملين باش تعرف كيقلبوا لك على. ملي كتشوف هذيك الصوره كتبين لك واحد الاشياء اللي جايين عليها، كتلقاو مضغوطين ولاو الكره الاكسترا سبورتيف عندك، كيقلبوا تجمعوا على حفره، وانه ديك الحفره هي عاديه كتكون في الملعب. عرفتي علاش؟ هي ديال ديك الرشاشات اللي كيسقيو الماء، اللي كيسقيو، ومن بعد كترجع عادي. زعما يبينوا المغرب راه مشكل. وتجمعوا على الصوره وحنا شفناها، تجمعوا على هذيك وكيقلبوا. المساعد ديال المدرب وعيط وعاد شرحوا لي بان راه شنو كاين ما عرفتش. وكذا هو ما نعرفش بهذا الشيء تطور. بان راه كيطلع كيولي كل شيء حيت ما كيسقيو. ما فيهاش اضاءه، يقول لك في اماكن زي كده في المغرب. انت متخيل احنا وصلنا لعند فين؟ انت متخيل المرحله اللي احنا وصلنا ليها؟ ونطلع نقول يا جزائريين كده عيب، كده ما ينفعش، كده غلط، مش اسلوب. نطلع احنا اللي بنعمل فتنه، احنا اللي بنتشتم ونتهان، احنا اللي بيتقلل مننا، احنا اللي بيتقال لنا كلام سيء وغير محترم، انت كذا وكذا وكذا وكذا، وشتيمه واهانه بالاب والام. ليه؟ عشان بنقول الحقيقه، عشان بنتكلم بما يرضي الله، عشان بنتكلم بالعقل والمنطق، علشان بنتكلم باسلوب محترم على بلد محترم، علشان بنتكلم على بلد محترم بشكل مؤدب وبشكل يليق. ليه؟ ايه اللي احنا عملناه وايه اللي احنا بنقوله يخليك تقول لي ان احنا بنعمل فتنه وتشتمنا وتهنا وتقلل مننا؟ فهمني، جاوب عليا، قول لي. لكن ازاي؟ لا ده انت كذا وكذا 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 وكذا، وانت 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 ليه؟ عشان بنتكلم بالخير عن بلد كبير اسمه المملكه المغربيه الشريفه. كفايه غل بقى، كفايه سواد بقى، كفايه كراهيه بقى. عايزين نظافه شويه، عايزين احترام شويه، عايزين تغيير شويه يا جماعه. عيب، قلنا بدل المره مليار مره، عيب اللي انتوا بتعملوه غلط 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 غلط. انتوا رايحين تنافسوا على بطوله ولا رايحين تنافسوا على تشويه صوره المغرب؟ ما هو انا عايز افهم رايحين تنافسوا على ايه بالظبط؟ هل انت رايح تنافس على بطولة او رايح تنافس على تشويه صورة المغرب؟ فهم؟ عرف؟ جاوب علي، قول لي انت رايح المغرب ليه؟ سمعني كده، رايح المغرب ليه؟ رايح المغرب عشان كل يوم تقول المغرب كذا؟ رايح المغرب عشان كل يوم نشوف قلة ادب وعدم احترام وتشويه لصورة المغرب؟ رايح المغرب عشان كل يوم تشتم وتهين وتقلل من المغرب وتقلل من بلد محترم لا هانك ولا شتمك ولا قلل منك ولا اتكلم عليك اي كلمه، بل بالعكس احترموك واستقبلوك افضل استقبال؟ انت بقى رايح المغرب ليه؟ انا عايز افهم وجاوبني، انت رايح المغرب ليه؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، والله انا مش عارف اقول ايه الصراحه.
انا مش عارف اقول ايه، لان احنا تعبنا من كتر ما احنا بنقول عايزين ادب واحترام واخلاق. تعبنا من كتر ما احنا بنقول كفايه غل وسواد وكراهيه. تعبنا من كتر ما احنا بنقول يا جماعه الخير عايزين شويه ادب. تعبنا هكدب عليك؟ لا تعبنا. مليون مره نقول عايزين ادب واحترام واخلاق، لكن مفيش فايده. اللي فيكو واللي انتوا عايزين تعملوه بتعملوه، وهو ده اللي كان متوقع. امال انت مفكر ايه؟ فكر ان هم هيجوا يقولوا البلد دي محترمه والبلد دي جميله والبلد دي لذيذه والبلد دي مفيش منها اتنين والبلد دي ما شاء الله ما شاء الله البلد دي حلوه قوي قوي. مفكر كده انت؟ يعني هل انت مفكر كده؟ لو انت مفكر كده اعذرني يا صديقي، انت غلطان. لو انت مفكر كده فانت غلطان. لو انت مفكر كده فانت للاسف غلطت. احنا بنحب المغرب لان المغرب بلد محترم. بنحب المغرب لان المغرب بلد مؤدب. بنحب المغرب لان المغرب بلد جميل. بنحب المغرب لان المغرب بلد يعني مش عارف اقول لك ايه. والله ما عارف اقول لك ايه. لكن انا بتمنى من اخواتنا الجزائريين بقيه البطوله او بقيه مده البطوله يكون بقى في يعني خلاص بقى احترموا بقى المغرب بقى. كفايه بقى بجد، كفايه واحترموا بقى البلد المحترم اللي عمره ما بيأذي حد ولا يشتم حد ولا يهين حد. احترموا البلد المؤدب اللي عمره ما جه على حد. احترموا المغرب اللي دايما ماشي في وش مستقيم ومحترم ومؤدب وبيتعامل مع الجميع بشكل محترم. احترموا المغرب وكفايه غل وحقد وسواد وكراهيه. اعملوا لايك، شيروا الفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد وحصري. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.